ثم إن الإيمان بالقدر لا يستقيم إلا بالإيمان بمراتبه، وهي مراتب 4 لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بها. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط الواسع لكل شيء، وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالإيمان بعلم الله جل وعلا المحيط بكل شيء أصل من أصول الإيمان بالقدر وركن من أركانه. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. قال الله سبحانه: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذه الآية من سورة ياسين ذكر فيها نوعان من الكتابة. النوع الأول كتابة الملك، وهي الكتابة المقارنة للفعل، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، فهذه كتابة مقارنة للفعل، فكل فعل يفعله العبد يكتبه الملك مباشرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النوع الثاني النوع الأول كتابة الملك في قول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذه كتابة الملك، نكتب ما قدموا، كل ما يقدمه العبد أي من عمل صالح أو غيره يكتبه الملك. وأفادت هذه الآية أن الذي يكتب نوعان، النوع الأول في قوله ما قدموا، يعني الأعمال التي يباشرها العبد، يصلي تكتب صلاته، يحج يكتب حجه، يعمل البر والصالحات تكتب له أعمال البر والصالحات، كل ما قام بعمل كتبه الملك. أيضا السيئات إذا فعل معصية كتبت، كلما فعل معصية كتبت، هذا معنى قوله ماذا؟ ما قدموا، هذا نوع. النوع الثاني آثارهم، هذا نوع ثاني من الكتابة، آثارهم يعني آثار الأعمال، آثار الدعوة، آثار التعليم، مثلا الدعوة إلى الخير أو الدعوة إلى الشر. الدعوة إلى الخير علم أهل العلم الذي بثوه في الناس ولا يزال يسري فيهم من قديم وينتشر ويتناقل، هذا الأثر الممتد. مثلا لما تنظر في علم أئمة الإسلام وعلماء الدين الممتد في الأمة، ولا يزالون ينقلون عنهم علمهم ويقرؤون مثلا كتبهم ونحو ذلك، ويقرؤون وصاياهم. الآن لاحظ العلم الممتد في وصية عبادة بن الصامت لابنه، كم من الناس أثرت فيهم هذه الوصية، ليس ابنه فقط، كم من الأبناء وكم من الأشخاص وكم من الكبار وكم من الصغار وكم من النساء سمعوا حديث عبادة فأثر فيهم تأثيرا عظيما. هذا أثر لوصية عبادة في لحظات الموت لابنه، أثر وصيته
فهذا يكتب له، هذا من الآثار التي تكتب. كل من انتفع بعلمه منتفع كتب له إلى أن تقوم الساعة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص من أجورهم شيئا. وأيضا دعاة الضلالة حتى في قديم الزمان، دعاة الضلالة لا يزال يكتب عليهم كل ما تأثر بدعوتهم أو فكرهم أو ضلالتهم شخص، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فهذا يكتب، نكتب ما قدموا وآثارهم. ولهذا بعض الأشخاص أو كثير من الأشخاص دفنوا من مئات السنوات ويوميا تكتب لهم إلى ساعتنا هذه، إلى يومنا هذا، يوميا تكتب لهم أعمال صالحة، يوميا تكتب لهم أعمال صالحة، وهم قد دفنوا في قبورهم من مئات السنوات ويكتب لهم أعمال صالحة ما نوعها وآثارهم، هذا نوعها من مئات السنوات وهم في قبورهم أموات، لكنهم ماذا؟ تكتب لهم. هذا يسمى العمر الثاني، يكتب للإنسان فيه أعمال حتى وهو في قبره. فسبحان الله، من الناس من مات من مئات السنوات ولا يزال يكتب له كل يوم أعمال صالحة عظيمة كبيرة تدخل في ميزان حسناته، ومن الناس من يمشي الآن على قدميه صحيحا معافى ويمر عليه اليوم ولا تكتب له حسنات، بل يكتب عليه سيئات وتكتب عليه آثام. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الكتابة التي ذكرت هنا في الآية نوعان، كتابة الملك والكتابة الأولى التي ماذا؟ في اللوح المحفوظ. قال النوع الثاني ما ورد في ختم الآية، وهو قول الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهي الكتابة التي كانت في اللوح المحفوظ. والإمام هنا اللوح المحفوظ، يقال له الإمام ويقال له الزبر ويقال له اللوح المحفوظ. والله سبحانه كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا نفس الحديث الذي بدأنا به. نعم. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله جل وعلا النافذة وقدرته سبحانه وتعالى الشاملة، إن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله تعالى كان لو قيل بدل كما في الصحيح كما تقدم، لأن السبق أيضا في أول. نعم. والله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله جل وعلا النافذة وقدرته سبحانه وتعالى الشاملة، إن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء على الوجه الذي شاء سبحانه وتعالى، حتى وإن لم يشأ ذلك العبد. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأن جميع ما وجد ويوجد فالله تعالى خالقه. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. قوله خالق كل شيء أي خالق الأشخاص والذوات، وخالق الصفات والأعمال، فأعمال العباد من خير وشر كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى خلق العباد وخلق أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. فالله جل وعلا خالق كل شيء، فالعبد مخلوق، وحركاته وسكناته مخلوقة لله عز وجل. فهذه 4 مراتب عظيمة لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. نعم، جمعت في بيت واحد. يعني قال الناظم: علم، كتابة مولانا، مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وخلقه وهو إيجاد وتكوين. نعم.